صلاة النبي أحسن. الباز أفندي مش مجرد شخصية مضحكة في فيلم، ده مراية لمديرين كتير حوالينا. كلام كتير لكن فعل مفيش. الباز أفندي ده عامل زي الصلصة، تلاقيه في كل حتة وفي كل حاجة، سائق توجيهية ووكيل أعمال وسمسار مراكب وقباني، يعني باختصار بتاع كله ومش متخصص في أي حاجة. وبرغم إن خلفيته التعليمية على قده جدا، باين عليه إنه فاهم في كل حاجة، لكن في الحقيقة ما بيعملش أي حاجة صح. النوعية دي من الناس موجودة في شركات كتير، وما عندهاش غير شوية فهلوة وكلام كبير، فاكرين إن الإدارة شطارة شخصية مش علم. لابسين بدل وبيتكلموا في الاقتصاد والإدارة والحوكمة، وبيمضوا على المرتبات وبيحطوا استراتيجيات، ومكتوب لهم في خانة الوظيفة CEO. والشركة اللي فيها مدير زي البازا فندي ممكن تضحكك شوية، بس في الحقيقة هي نموذج مصغر للانهيار الإداري. كل ما الفهلوة تزيد، الثقة تقل والإنتاجية تقع، والناس الكفء تشوف باب الخروج أسرع من باب الدخول. طب ليه الشركات دي بتفشل؟ علشان البازا فندي بيتعامل على أساس إنها كشك كبير، وفاكرة الإدارة يعني صوت عالي وكلمتين على وايت بورد. تعال نشوف صفات البازا فندي اللي عامل نفسه مدير. قراراته مرتجلة، مفيش حاجة مدروسة ولا مبنية على أرقام أو تحليلات. ممكن يقولك النهاردة هنبيع تيشيرتات وبكرة نستورد جرارات، وهي أصلاً شركة بتشتغل في تصنيع البوستاشيو. الشغل عنده حسب المزاج، ماشي بالإحساس. يصحى يقولك حاسس إن فرع الدقي مش مريحني، عايز أقفله. ولو ناقشته يقولك مزاجي كده. ولو زودته في الكلام يقولك أنت جاي تعلمني؟ مفيش نظام، ممشيها بالبركة. السياسات في دماغه، والهيكل التنظيمي موجود بس في الدرج. عقود الموردين بتتكتب على ورق A4 بخط إيده، ومفيش حاجة اسمها خطة سنوية. إحنا بنشتغل اليوم بيومه. التوظيف عنده بالحب، مش شرط اللي يشتغل معاه يكون مؤهل، المهم ما يكون فاهمها. وأهم حاجة يكون ابن بلد وشكله بيعرف يخلص. والCV بيتراجع من الآخر للأول علشان يشوف ساكن فين، لو قريب من الشغل يبقى تمام. البيروقراطية عنده أسلوب حياة. لو هتشتري دباسة محتاج 3 توقيعات وتوصية من ابن خالة المدير. تقييم الأداء مهلوش كتالوج، التقييمات بتتعمل على القهوة والترقيات حسب خفة الدم. ولو قالك أنا حاسك اليومين دول مش زي الأول، اعرف إنه زعلان منك ومش هيعديلك أي حاجة. طب نعمل إيه لو عندنا بازا فندي في الإدارة؟ نعلمه من غير ما يحس. اديله اقتراحات كأنها أفكاره، وقوله زي ما حضرتك دايما بتقول إن المرونة مهمة، أنا فكرت نشتغل بخطة مرنة مبنية على الأرقام دي. وطلع شيت إكسل محترم وارد ركرتك. خليك أنت العاقل اللي ماشي بنظام، حتى لو اللي فوقك عشوائي حاول تمشي شغلك بأرقام وخطط، يمكن العدوى توصل له. ولو سألك حد عن البازا فندي ما تتكلمش عنه وحش، مش عشان هو صح، بس عشان أنت أرقى من وجع دماغ الجدال. اقترح كورسات لكل الشركة، مش لازم تقوله أنت محتاج تتعلم. اقترح كورسات جماعية لكل المديرين، زي إدارة المشاريع أو التحليل المالي، يمكن يروح ويفتح مخه شوية. ارسم له الصورة بالأرقام، مش لازم تعترض. اعمل برزنتيشن لطيف بيوري المبيعات والإنتاجية والشكاوى. خليه يشوف الفوضى بالألوان، يمكن الألوان تقنعه قبل الكلام. وتحالف مع زمايلك الشاطرين، التغيير بيبدأ من وجود فريق كفء. صوتكم مع بعض أقوى. بس لو الشركة فضلت على حالها والبازا فندي لسه شايف نفسه CEO of the year، يبقى أنت محتاج تلم شنطك وتعمل خطة خروج محترمة. وفي النهاية بنوجه رسالتنا لكل مدير: الموظفين بيحترموا اللي يسمعهم ويحترمهم ويكبرهم، وبيبقوا واقفين في ظهره بحب مش بخوف.